سمكة الاسكاميتش عندها منقار حاد جدا واسنان حامية جدا جدا. مش بس كده، لما بتيجي تاكلها بتلاقي شوكها من جوه لونه ازرق او ازرق مخضر. طب ايه السبب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية. معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكة الاسكاميتشا. ده اسمها في اسكندرية، اما في مطروح اسمها الزغرانة، اما في البحر الاحمر اسمها الخرمان او الخرم، وفي الخليج اسمها الحجول، وهي من عيله النيدل فيش او اسماك الابره. واللي معانا دي اسمها بالانجليزي ريد سي هاوند فيش او كلب صيد البحر الاحمر. وحرفيا اساميها ملهاش نهايه لانها منتشره جدا، وفي كل اقليم تقريبا لها اسم مختلف. سمكه الاسكاميتشا في منها 6 انواع في البحر المتوسط، كلهم جسمهم مبروم عدا واحده بس جسمها مسطح او عريض، او بلغه الصيادين بيقولوا عليه مفطر، تلاقي جسمها عريض شويه. ودي اكتر حاجه بتميزها ان عندها 4 أو 5 نقط لونهم غامق قرب الديل. ورغم انها موجوده في البحر المتوسط الا انها نادره الوجود جدا، وكل اللي موجود منها في اسكندريه جاي من البحر الاحمر. ليه؟ لان موطنها الاصلي اساسا المنطقه اللي هي بين استراليا واسيا، ده الموطن الاصلي للاسكاميتشا العريضه او خرمان العريض. اما بقيه الانواع الاسكاميتشا اللي موجوده في البحر المتوسط اللي هم ال5 انواع التانيين، فهم كلهم جسمهم مبروم، والفروق بينهم بسيطه. يعني هتلاقي واحد مثلا مزرق شويه، واحد مخضر شويه، واحد مش عارف الزعنفه المنقار اللي من تحت اطول سنه بسيطه. طبعا كلهم بالنسبه لنا ايه؟ اسكاميتشا. سمكه الاسكاميتشا موجوده غرب المحيط الهندي بما في ذلك البحر الاحمر والخليج العربي، وهاجرت للبحر المتوسط عن طريق قناه السويس. سمكه الاسكاميتشا من الاسماك العايمه اللي بتمشي على وش الميه، وبتمشي في اسراب كبيره جدا، وهي سمكه شرسه جدا جدا وسريعه جدا جدا جدا، وسرعتها بتوصل ل 60 كم في الساعه. وهي من الاسماك اللي ما عندهاش معده، لكنها بتبلع الفرايس وبعد كده بتفرز عليها ماده اسمها تريبسين عشان الفرايس دي ايه؟ تدوب. موسم التزاوج بشكل اساسي في شهر 5 وشهر 6، وبيفضل شغال طول ما درجه حرارته الميه دافيه. البيض بيكون عليه زي وبر كده او شعر بيلزق بيه على الاسطح المختلفه زي السفن الغرقانه او الصخور، وبيقعد من 10 ل 15 يوم على ما يفقس. بالنسبه للصيد، الصيادين الهواه بيحبوا صيدها. ليه؟ لان هي سمكه يعني شرسه وبتبلع الطعم، فبيبقى صعب بعد كده انها تقع، لانها الطعم بيخش جوه بقها، فصعب انها تخلع بعد كده من السلاح. بس مشكلتها عشان هي عنيفه جدا وبتبقى الاكشن بتاعها عالي. طبعا ده كل ده متعه للصياد، لكن في نفس الوقت هي بتبقى بلعه واكشنها عالي، فبتبقى طالعه ناسفه كانها مدبوحه. بيتم استهدافها بالبوصه العاديه والفله او بالبوصه المكنه والشمندوره. اما بالنسبه للصيادين المحترفين الوضع مش كده خالص. هم اولا مش بيحبوا صيدها قوي لانها رخيصه في الثمن، وهنشرح ليه بعد كده. ثانيا هي غالبا بتقطع الشباك، فبيحتاجوا في صيدها شباك معينه عشان ما تقطعش منهم. ثالثا بقى، ودي اهم حاجه، ان هي في الليل ضوء المركب بيستهويها جدا. يعني هي بتشوف ضوء المركب بتبقى عايزه تنط عليه باي طريقه. فتخيل مثلا سمكه ماشيه بسرعه 60 كم في الساعه وايا كان سرعتها، تمام، وتشوف الضوء بتاع المركب مره واحده تنط عليه، فطبعا بترشق في اي حاجه. هي عباره عن ايه؟ عباره عن سمكه وليها سن مدبب من قدام، فبتنط من الميه وترشق في اي حاجه. فطبعا خطر جدا على الصيادين، وعملت اصابات جامده جدا، وسجلت حالات وفيات كتيره جدا. مصادر بتقول ان اصابتها بالظبط عامله كأنك ضربت انسان بخنجر، وان هي في بعض الاماكن سجلت حالات وفيات اكتر من اسماك القرش. وطبعا في صور كتيره جدا على الانترنت، بس طبعا ايه مش ظريف ان احنا نعرضها. سمكه الاسكاميتشا حلوه جدا في القليه، وانا اعرف بعض الصيادين اللي بيملحوها، بس انا بصراحه بفضلها اكتر في القليه، ولحمها ابيض وجميل. وفيها كمان ميزه ان الشوك بتاعها بيكون لونه ازرق او ازرق مخضر، ودي صبغه عاديه اسمها بليفردين، ودي صبغه عاديه خالص ما فيهاش منها اي ضرر او اي ميزه، عادي خالص زيها زي اي حاجه. اما سعرها بيكون رخيص شويه عن بقيه الاسماك، لان هي بيبقى فيها شوك كتير ولازق في اللحم. فانت تعمل ايه بقى؟ تجيب السمكه من عند راسها ومن عند ديلها وتشدها جامد لحد ما تسمع صوت طقطقه. مش عارف كده صوت الطقطقه واضح عندكم ولا لا؟ لما تسمع صوت الطقطقه ده كده يبقى انت كده فصلت الشوك عن اللحم، هيبقى سهل بعد كده انه يطلع معاك. وهي على فكره من اكتر الاسماك الغنيه بعنصر الحديد، وتعتبر الاسكاميتشا العريضه او الخرمان العريض احسن من الاسكاميتشا المبرومه، لان نسبه الاستفاده منه اكتر ونسبه اللحمه فيه اكتر. يا رب المحتوى يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.